كويس ان ابو الهول والاهرام لسه ما سرقوش، عشان دي حجاره يا حسن. هو لازم كل حاجه بلادنا تبقى حجاره عشان ما تسرقش يا علي؟ بس اقفل لي بقى عند اللقطه دي، اهي حجاره يا حسن، والعامل ما شاء الله هبت في دماغه لما صحي من نومه يقوم يطرقع كوبري ويكسر فيها عادي جدا. فتعالى بقى نرجع للمشهد ده تاني. عمركش سالت نفسك كده، هل ابو الهول والاهرام دول يعتبروا حضاره ولا شويه حجاره؟ او بلاش كده، خلينا نوسع العدسه شويه، هما الاتنين وشويه الحجاره اللي في مصر القديمه دول يعتبروا ايه بالنسبه لنا، حضاره ولا حجاره؟ خصوصا ان الفرق بين الاتنين مش كبير، هو مجرد حرف بيخلي حاجه بالنسبه لنا معالم وحضاره، وحرف تاني بيخلي دول بالنسبه لنا يا عيني لسه شويه حجاره. طب ده وفقا لايه؟ وفقا لورقه، والله يا سيدي، ورقه يتيمه متسجله في وزاره الاثار والثقافه وزيها في منظمه اليونسكو، هي اللي بتحدد وبتقول ان ابو الهول والكام هرم دول اثار وحضاره، انما الباقيين دول مش متسجلين، فبرغم فنهم وعظمتهم وحلوياتهم وانك ما تعرفش تعمل زيهم تاني، هم يا دوب حجاره مش حضاره. يعني عندك قلعه صلاح الدين مثلا، دي ورقه وقلم تعتبر حضاره بالنسبه لنا وبالنسبه لليونسكو وللعالم كله. حتى لو عديت وانت رايح على الاوتوستراد هتلاقي قصاد القلعه في قلب الجبل مول تحت الانشاء مهجور من 10-15 سنه ولا حاجه. طب ليه مهجور وليه تحت الانشاء؟ عشان بكل بساطه اليونسكو جالها علم ان في مكان مودرن وطرازه حديث بيطل على ايه؟ بيطل على قلعه ليها 1000 سنه الا شويه، وهي قلعه صلاح الدين. فقررت توقف المشروع ده عشان ايه؟ عشان ما يشوهش المنظر الحضاري الجمالي ده، لانها مش سويقه، مش اي حد يفرش بوتيك كده قصاد معلم حضاري. عكس ايه؟ عكس العظمه اللي بتحصل في منطقه المعز حاليا من طمس الهويه المكان، وكأن المكان ده مش اثري ولا بقاله اكتر من 100 سنه، حسب ما القانون بيقول ان اي مكان له 100 سنه يعد من الاثار، وما ينفعش لا تطمسه ولا تغير هويته ولا ملامحه، لانه ما بقاش ملكك، هو ملك للبشريه وللعالم كله يتمعن في الفن بتاعه اللي خلاه صامد وشاهد على تواريخ قد كده اهو. وده بقى يخلينا نسال سؤال، هي الحضاره دي احنا اللي بنصنعها وبنقول عليها حضاره لما نطلع لها ورق، ولا هي حضاره مهمه فعلا ولازم نحترمها عشان الفن والتاريخ اللي فيها؟ ما بالمنطق بتاع الورق والقلم ده ممكن بكره الصبح منظمه صهيو امرو ماسونيه تخترق مكتب عفاف اللي في وزاره الاثار ب 200 جنيه لاي موظف شقيان يحرق براهين ملكيه الاثار دي لمصر، وهاكر مبتدئ يخترق مكتب مدام عفاف اللي في اليونسكو وتمحي الدليل على تاريخيه ابو الهول والاهرامات. وساعتها تخيل كده ابو الهول والاهرامات اللي كانوا امبارح بالنسبه للهيئات والجهات متسجلين كحضاره، هديلك 3 ثواني تفتكر مصيرهم هيبقى ايه؟ عفارم عليك، هيتعمل عليهم او جنبهم مشروع ابو الهول فرايد تشيكن، او لو مالكش في الفراخ هيتعمل مطعم سفنكس برجر، او يتساووا عادي بالاسفلت غير مأسوف عليهم، لانهم دلوقتي حالا بقوا ايه؟ شويه حجاره. وقبل ما نبتدي الحلقه يا جماعه، الحلقه دي فنيه، يعني التاريخ والاثار والحضاره والعماره اللي بتتهد كل ده بيندرج تحت بند العماره اللي هي من الفنون السبعه، واللي اخر فن في الفنون دي هو فن السينما اللي جه في المرتبه السبعه كرمز لشموليته وعن تعبيره عن كل الفنون السته اللي سبقوه، واللي احنا كالعاده في القناه بنتكلم عنه، وهنخلط الموضوع كده بالدراما والسينما كعاده القناه. وده اللي يخليك تفكر، هي الحضاره دي في الشيء او في الحجاره اللي بقالها الاف السنين، ولا في المعنى؟ زي ايه بالظبط؟ زي بالظبط فيلا دكتور مفيد ابو الغار اللي ما كانتش متسجله كمكان اثري، واللي سلطه راس المال اللي في ايدينها بيشه زي فضل المعداوي خلتها اقوى بكتير من كل حاجه، المعنى والتاريخ والفن والحضاره، وخلتها قادره ببلدوزر وشواكيش تكون عاوزه تهد الاثر ده عشان مجرد مشاريع تتعمل على مكان الفيلا دي. وفي المسلسل هنا احنا مش بنعرف يعني ايه تاريخ وفن وحضاره قد ما بنفهم يعني ايه معنى وازاي نكونه اصلا. اسامه انور عكاشه كتب مسلسل الرايه البيضاء وكانه كان حاسس وعارف اننا هنوصل لليوم ده من الايام، ونسال نفسنا سؤال، يعني ايه تاريخ؟ يعني ايه حضاره؟ ومين صنعهم؟ وصنعهم لمين؟ وايه جدواهم اصلا في الحياه؟ والاهم من السؤال ده هو موجه لمين؟ هل لطبقه النبلاء والاغنياء اللي معاهم فلوس فما يفكرش فيهم باقي الناس، ولا اصلا الكلام ده موجه لكل الناس ولازم كل الناس تدافع عنهم؟ مسلسل تسعيناتي مقدم رمز الفيلا دكتور ابو الغار، واللي منها بنشوف معنى الأصالة، ومعنى دهس الأصالة ده بورقة أو برشوة أو بسلطة راس مال عادي جدا على إيدين الحاجة فضل معداوي. وكأن الأصالة دي زي ما هي رمز ممكن نستفيد منه سواء ثقافيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، فهي رمز ممكن نهده بالدوزر عشان نعمل عليه مشروع يزود عدد الأصفار بتاعة المستثمر أو الشخص اللي هيشيل الشيلة. وقبل ما نحكي في المحكي احنا محتاجين نتكلم في حاجة بمنطق عبيط حبتين، عشان بس كان في ناس بتبرر هدد أماكن الحضارة المملوكية والعثمانية ومقر
مقابر الامام الشافعي وورش بن نافع والخ لمجرد ان الناس اللي هناك عايشين في فقر مدقع. هو ابو الهول ده ايه اهميته اصلا؟ ايه هدفه اساسا؟ يعني ما يولع ابو الهول لا مؤاخذه، يعني هو والكام 100 هرم اللي عندنا في مصر، ما الاماكن دي لا مؤاخذه يعني شويه حجاره. لا والانقح بقى ان انا مع هدها لانها لما شويه بلطجيه بيبلطجوا على السياح وبياخدوا فلوسهم وبيخلوا سمعتنا وحشه. ايه رايك في المنطق العبيط ده؟ يلا بقى نهد كل الحاجات دي ونشقلب هويتها ونحط مكانها كوفي شوب بيعمل قهوه بنكهه حبوب البازلاء ونوايا البلح. مش الاماكن دي فيها ناس وحشه فعلا ولازم نطهرها منهم؟ زي بالظبط نفس منطق احدهم وهو بيقول نهد الاماكن اللي عدت عليها مئات السنين دي لمجرد ان فيها تجار مخدرات او ناس مسجله. قال لا، هو فين الحكم هنا؟ الحكم هنا ان المكان ده بيجيب دولارات فلازم نحميه عادي جدا، والمكان ده ما بيجيبش فيتسوى بالتراب عادي؟ ولا الحكم هنا في قانون صارم يجرم اي حد بيحاول يسرق اي حد جاي من بره حابب يزورك عشان اللي عندك؟ الحكم هنا في القيمه، في المعنى. الحكم هنا في الرايه البيضاء، الاستنتاج اللي حاول اسامه انور عكاشه يسلط الضوء عليه طول الحدوته. هل اهميه الاثر او التاريخ لفيلا دكتور ابو الغار كانت في تاريخيته، ولا كانت الاهميه بتكمن في المعنى اللي ورا تاريخيته؟ يعني مثلا مستولده محمد علي او قبور ومساجد ومباني العثمانيين والمماليك، دول مالهمش معنى عشان محدش بيبروزهم، فالمفروض انت كانسان بتدعي انك متحضر انك انت اللي تخلق معنى للاماكن دي، تبروز فنها وتخلي العالم يبص عليها. المستولده دي حتى وهي بتتهد فنها بيتوثق في انها شبه الخوذه اللي كان بيحارب بيها صلاح الدين الايوبي، اللي هي على بعد امتار من قلعته. اصلا فن يا جماعه، فن محدش يقدر يشتريه باي ثمن. تبروز قيمه مسجد زي قنصوة الغوري اللي عباره عن فن وتاريخ، وتحكي في التاريخ ده ان في مصريين اتشردوا عشان قنصوة الغوري كان مجنون بالمباني ونفذ مشاريعه على دم المصريين. هي دي القيمه اللي كان بيحاول يشاور عليها الدكتور مفيد ابو الغار في الكنوز والكتب والمحتويات اللي بتحتويها فيلته علشان تتوثق والناس تبص عليها وتشاور عليها. وهنا بقى سؤال تاني بس مش ليك، ده للسيد الدكتور سابقا الاستاذ حاليا وزير التعليم، واللي قال من فتره ان شاء الله ونأمل كلنا يا رب ان التعليم هيكون شخصيه فريده للطلاب لما يكبروا، وتعليمنا المفروض يهدف لتكوين عقيده لدى الطالب لحبه وانتمائه وولائه لمصر مش اكتر. بس انهي طلاب او انهي مصر؟ هل تقصد مصر الوطن اللي عايشين في خيره وبنشوف 90 حضاره ممزوجه في بعض في كل شارع من شوارعها، ولا مصر الدوله؟ وحتى لو مصر الوطن فمين الطالب اللي انت بتستهدفه يقرا او يتعلم والمفروض يبقى عنده شخصيه مواليه لوطنه على الحلوه والمره؟ يعني انا دلوقتي نطيت لي ثانوي ودرست عن ادب احمد شوقي اللي قال وسلى مصر هل سلى القلب عنها او اسى جرحه الزمان المؤسي، يعني امير الشعراء اللي لما بنتكلم عن الشعر بنفتكر صورته وشكله واسمه، لما يتكلم كده عن مصر ويتكلم عنها كمحبوبته وبيسال هل صورتها اختفت من وجداني ولا الزمن اتمكن من علاج قلب مشتاق اليها؟ ازاي هتكون عقيده عند طفل بحب مصر فعلا وهو شاهد على هدد قبره؟ يعني تقنعه منين بمدى جمال اخلاصه وحب لوطنه اللي انت عاوز تزرعه جوه الطفل ده وتخلي المدرس يقول شايفين يا اولاد، وفي الاخر هو شايف ان قبر احمد شوقي بقى عباره عن شويه ركام؟ ده احمد شوقي اللي المفروض اتنفى من الانجليز لاسبانيا بسبب تمسكه بحب الوطن اللي بجد. يا سيدي بلاش احمد شوقي، او حتى اسمه ده ممكن يبقى اسم 3 اصحابك اساسا وانت ما بتقولش اساميهم وبتقول يا شوقي على طول عشان عندنا احمدات كتيره. عندك يا سيدي محمود سامي البارودي، اهو اسم مميز ولا تزعل نفسك، اللي احيا الشعر بعد ما ماتوا زي ما كنا بندرس، واللي كان له دور وطني ايام الانجليز في الثوره العربيه، واللي بسبب دوره اتنفى 17 سنه من حياته، واللي كان بيقول سال الجيزه الفيحاء عن هرمي مصري لعلك تدري غيب ما لم تكن تدري. فوطنيه ايه اللي هتتزرع في قلوب اطفال وشباب وهم بيشوفوا اصحاب اعظم الابيات الشعريه دي وطنهم الحقيقي بيطمس تاريخهم كده وبيدمر مقابرهم بدل ما يبني لهم متاحف او بدل ما يبني لهم اماكن تخلد الكلام اللي قالوه وقت ازمات مصر، في عز ما انت عندك مشكله تاريخيه بقى لها اكتر من 50 سنه في التعصبات الدينيه وبتحاول تعمل تجديد للخطاب الديني مطرح ما بتديني. فانت لما تمحي التاريخ اللي فيه وطنيه واللي يخلوا الطلاب على مسطره واحده حقيقيه وتخلي محدش يفكر في تاريخ اللي نضله من اجل الاحفاد، فبالتالي انت بتفتح باب لحد تاني يفتح للطالب ابواب تانية بطريقه تانية ويحقق اهداف يمكن تعادي اهدافك انت. مش في ناس يا جماعه بتكفر طه حسين؟ مش في ناس برضه يا جماعه بتحرم الفن والشعر ولو شافوا شوقي والبارودي وطه حسين النهارده كانوا اختلوهم؟ مش انتوا يا جماعه اللي عمالين بتشتكوا من كده؟ طب ما تجابوا انتوا الحاجات اللي بتأدي لكده. يا جماعه دول شويه حجاره ومفيش حاجه اسمها حضاره، والحضاره اللي بجد هي اللي بتأثر في الانسان ويأثر فيها ويخلق بيها معنى يحقق بيها اهداف حقيقيه، زي بالظبط الدكتور مفيد ابو الغار السفير السابق اللي حاول اكتر من مره يثبت ويوثق مدى اصاله الفيلا الخاصه بيه ويخلق ليها وبيها معنى، زي بالظبط فكره خلق المعنى من ورا الناس اللي قدمت في التاريخ، ومنها تخلق وطنيه، تخلق دولارات، تخلق متاحف الناس تزورها، تخلق اي حاجه
انت عاوزها في عز الزمن اللي اي حد بيلاقي اي حاجه قديمه عنده بيتغنى بيها وبيخلق بيها معنى، وهي مش بالضروره تكون لها معنى او تاثير حالا في الدنيا اصلا، بس في حد بيقول انا هنا، انا عندي تاريخ، انا كنت موجود سنه كذا. يعني مثلا بريطانيا بعد التطور التكنولوجي وانك انت حالا تعرف تعمل مكالمه من بيتك لاي مكان تاني في العالم، قررت تخلد وتشيك وتجمل كباين التليفونات بتاعتها اللي اتعملت اصلا سنه 1921 عشان اي حد هناك يتصور فيها ومنها ياخد صوره حلوه بلوكيشن المكان، وادي فيه سياحه وفيه تاريخ وفيه اقتصاد كمان بيشتغل. انا دلوقتي حالا لو حلفت لاولاد اخواتي ان كان في زمان عندنا بريد او رينجو او ميناتيل، محدش هيصدق كل الحاجات دي اللي اتكسرت واتبهدلت. وكاتبين على الكباين من تحت جمله عبقريه: هذه الكابينه خاضعه للحمايه من اجل الاجيال القادمه. شوف حاجه ب2 جنيه تفكير اهو يا سيدي. ده في واحد اماراتي لقى ازازه بيبسي في البحر بتعود لسنين كتيره، احتفظ بيها والامارات احتفت بالحدث ده، واظن حطيتها في متحف الشندغه في دبي. الفكره ان لما دكتور مفيد ابو الغار حاول يعمل كده ويخلد ويوثق القيمه اللي في فيلته، اتهاجم وتشوه، ووزاره الاثار نفسها اللي لجأ لها هو نفسه ولست وتأمرت مع راس المال واللي كان متجسد في الست فضل معداوي عشان بس ترضيها وتمرر لها مشروع بيع الفيلا اللي هي ناويه تهدها وتبني عليها مشاريع. طب مين هي فضل معداوي؟ فضل معداوي اتصورت في الحدوته انها شخص جاهل ثقافيا تاريخيا تعليميا كل حاجه، بس عندها الاهم من الحجاره والحضاره وكل الهجص اللي حكينا فيه ده، عندها راس المال، عندها السلطه الحقيقيه اللي تقدر تساوي اي حاجه ليها قيمه بالتراب. واحده بتناول الناس تقرا لها الكلام، هي بتديهم المجله او الكتاب او ايا كان بالمشقلب اصلا، نظرا لعدم علمها الكلام بيتكتب من فوق ولا من تحت. حتى بعيدا عن جهلها ده، فأسامة أنور عكاشة عشان يبين لك ان الست فضة لا ليها لا في ثقافه ولا ذوق ولا مظهر ولا حتى اي حاجه، فالمخرج محمد فاضل بيوريك ديكور الصاله بتاع بيت الحاجه فضة، الوان بايظه، ديكورات مش لايقه على بعض، قطعه ريسبشن بره فيها عفش مودرن والناحيه التانيه كلاسيك، مع عدم تناسق شكل الانتريه مع السجاد وورق الحائط، صوره طبق الاصل من الصالونات اللي بتجيب عمى الوان من بوظان الاضاءه والالوان اللي بتتحط في جروبات العرايس، والستات بيردوا ما شاء الله اللهم بارك يا ست العرايس. كل ده متقدم لك كرسم لشخصيه الحاجه فضة عشان يوريك ان برغم الجاه والملك والفلوس فانت فقير ذوقيا وما بتقدرش ولا بتعرف تكايل الحاجات صح ولا بتعرف تقدر الاشياء كما ينبغي رغم كل اللي معاك. وده برضو اللي يخليك تفهم ان هي واحده تاجره مش اكتر، وتاجره رخيصه كمان، ومتعمده تحرم البلد كلها من فيلا مليانه كنوز فنيه زي فيله الدكتور مفيد، لانها مش مقدره الفن والعظمه اللي فيها، والتقدير بالنسبه لها في الفلوس والماديات وعدد الاصفار بس مش اكتر. ومع ذلك هي فقيره ذوقيا، عامله بالظبط زي بدرجيه الدولار اللي بيقصقصوا الشجر، ربنا اداهم مطرح ما اداهم وهم متعمدين يبوظوا الشارع عشان يريحوا المواطن السياره ويزودوا له حارتين ويخلوك ماشي مش عارف تشم الهواء اللي نعم عليك بيه ربنا. واحده كل اللي عندها فلوس اتعملت من ورا صفقات مشبوهه وتاريخ مشوه، بتتاجر في السمك والعقارات وراكبه التمساحه. فهو ده المستقبل اللي كان بيبص ليه اسامه انور عكاشه، ان اللي معاه قرش هيسوى قرش. والحدوته وصفت الست فضه ان هي مش جاهله عشان ما اتعلمتش، ولا ان خلق القيمه ده المفروض يكون للناس المرتاحه وبس، بالعكس احنا دلوقتي معانا تاجر شاطر بيجاري الزمن باللغه اللي الزمن عايزها اللي هي الفلوس، وطز في اي حاجه حتى لو كان الخصم بتاعها شخص نبيل على اسم ابويا، شخص كان سفير سابق وشريف، وان جهلك مش مقترن خالص بمستواك الاجتماعي او التعليمي بالعكس. فمثلا مين اللي كانوا بيساعدوا فضل معداوي؟ القهوجيه والبوابين وبتوع الشيشه والناس العاديه. فمين برضو اللي كان بيساعد الدكتور مفيد ابو الغار في عدم سرقه واحتلال فيلته غصب عنه؟ مين؟ هل بس الفنان؟ هل بس الصحفيه؟ هل بس الناس المثقفه؟ لا بالعكس، استاذ الفلسفه اللي كان من طرف فضل معداوي نفسها. ومين تاني؟ اهالي اسكندريه اللي منهم عمال وموظفين وطلبه وناس على باب الله. ومين تاني؟ الراجل السوداني اللي شغال حارس العقار بتاعه، وبرضه الراجل الجرسون اللي شغال في فيلته. فناس طبيعيه وناس عاديه جدا. فكانت المعضله الحقيقيه هي في التآمر والتعنت لمجرد التعنت عشان هدف واحد بس، هو تريح اي حد معاه فلوس وتلييس اي حاجه عشان نمرر راحته الشخصيه هو. يعني فضه قدرت بفلوسها تشتري ذمه وزاره الثقافه بنفسها، قدرت تغطي على تاريخها المشبوه طول حياتها، قدرت تلم في صفها كل الناس اللي تخليها تطمس روح وهويه اي حاجه حلوه لمجرد ان معاها قرشين اكتر من اي حد. في عز ما دكتور مفيد نفسه كان شخص زاهد وقرر انه يتخلى عن الفيلا لمجرد انها بس تتوثق انها مكان اثري عشان يقدر يزوروا الناس، لان دكتور مفيد مش هيخلد ولا هيعيش قد اللي عاشه. فالحدوته وريت لك ان كل اللي بيطمحوا لتكوين معنى او شيء حقيقي هم مش ناس بتسعى لمكاسب او جاه او سلطه، ده حد كان سفير في يوم من الايام بس
بس نفسه بس ان البلد تنصف شيء هي نفسها بتمتلكه وممكن تعمل بيه قاعدة ثقافية تعلم او تبني شخصية للناس او تجيب فلوس زي ما قلنا. وان التتار لما بيحتلوا الفيلا بيضيعوا القيمة اللي هو بيحاول يرسخها وسط الناس. فلما التتار احتلوا الفيلا بتاعته بتشوف حاجة برضو هي اللي بتحصل دلوقتي بالكربون، وده اللي بيخليك تعرف ايه الفرق بين اللي عارف القيمة من اللي مش همه القيمة اصلا. زي لما كسروا الفازة اللي بقالها اكتر من 500 سنة واتحولت لمجرد فتافيت، لمجرد عدم علمهم بقيمة الشيء ده مش اكتر. وبعدها بيرموا الفلوس على الدكتور مفيد ابو الغار لان هي دي اللغة الوحيدة اللي هم عارفينها، الفلوس. تحفة عمرها 500 سنة من عهد أسرة مينج بالصين، حاجة ما تتقدرش بالمال. اهو ده بالملي حصل في طابية الدخيلة. للأسف الناس اللي مش فاهمة ايه هي قيمة الطابية دي، وبدل ما تخلت فكرتها عشان نخلي الطلبة وطنيين او عشان نخلي السياح يجولها بما انها اثر بقاله مئات السنين، فطابية الدخيلة دي كانت حائط صد الهجمات الغزاة من العصر المملوكي على البحر في اسكندرية، واقدم اثر مملوكي موجود هناك. فانت ما عملتش غير انك جبت جندي وكأنك بالظبط خليته يرمي سلاحه بكل فخر وهديتها وخليتها عبارة عن ركام، حاجة بقالها مئات السنين. بتخلوا عمرها صفر ليه؟ عاوزينها ما تساويش ليه؟ وانا بقول لك يا غالي يا غالي، ده انت لا غالي ولا نيله، انت ما تفهمش حاجه خالص. انت دمرت لوحه بقالها 130 سنه، دي ثروه دي، عرفت قد ايه انت جاهل؟ ده غير مشكاة درغمتش اللي بقالها 1000 سنة. ومن فترة كده مسجد ومدرسة درغمتش سقط أحد أعمدته وترمموا، ونتفاجئ من يومين 3 بالظبط إن دار بونامز في لندن بيعمل مزاد بيبتدي ببيع القطعة دي ب6.5 مليون دولار. يعني التهمة دي خرجت أصلا إزاي بره مصر؟ ما تسألش يا سيدي وقول الحمد لله وشكرا على إننا قفشنا منا شلبي بسجارتين ويد. والواحد يعني مش عارف كان هينام إزاي من غير ما يعرف إحنا إزاي ساكتين على هولندا الكافرة الماجنة اللي بعتلنا حشيشها في الديار المصرية الآمنة من فتن الغرب الكافر. فأنا عارف إن يمكن عكرت مزاجك ويمكن عصبتك ويمكن أغضبتك، بس الحاجة الوحيدة اللي بنفهمها إن فعلا الفلوس مش كل حاجة. الفلوس ما بتزينش حد، ما بتخليش ريحة الحاجة فضل معداوي حلوة رغم كل فلوسها وسلطتها ونفوذها. بالعكس، كلامها كله ريحته بالظبط حلقة السمك في بحري، لا مؤاخذة يعني يا جماعة، كلها زفارة. حد ما بيفكرش غير في الهدد والبنى والمقاولة عشان تكتر اصفار ملايين بنوكها، واحلام كل الناس المثقفين بتروح تحت بلدوزراتها ولوادرها ونفوذها، وهم نفسهم رغم علمهم وثقافتهم بيسلموا لها الرايه البيضاء وبيستسلموا في النهايه. أسامة أنور عكاشة في الحدوته كان همه القيمه مش الشيء، الشيء اهم حاجه قيمته. قيمه ابو الهول في مكانه اللي عدى على زمنه الاف السنين. عندنا تكنولوجيا وايدين بتبني ممكن تخلينا نعمل حاجه اعتى منه في حي المال والاعمال، بس السؤال هنا هل قيمه ابو الهول في الجيزه ولا قيمته هتبقى اقيم لما يكبر ونرمم مناخيره اللي شهد على ازمنه مش زمن واحد ويتشيك ويتأنتج في مكان احسن؟ اكيد قيمته هتبقى في المكان اللي شهد عصور كتيره في الجيزه. البنى ما بيجيبش حضاره، الحضاره هي في الاصل حجاره بتغيير الحروف مش اكتر، بس اللي بيخلي الحجاره اللي انت مش فاهم معناها تبقى حضاره هي ايجاد القيمه، ايجاد المعنى. وانا اقصد هنا ان الحضاره دي حجاره في قانون التتار، انما الحضاره دي هي تاريخ بيوثق الشخص ده او الناس دي كانت بتفكر ازاي، بيحبوا ازاي، بيكرهوا ازاي، بيتخيلوا اعدائهم ازاي، بيقوموا نفسهم ازاي، بيتظاهروا بعظمتهم ازاي. فانت عليك انك تفهمها وتوثق اللي فهمته منها، مش كل حاجه كده تقابلك لمجرد انك مش فاهمها فتدب فيها صبعك الوسطاني. الكنيسه دي لما اتهدت لو اتعملت غيرها مئات الكنايس عشان تبقى احسن واشيك ومودرن، فكل ده صفر على الشمال. قيمتها الحقيقيه قبل ما تتهد انها شهدت اعمار كتير واحفاد كتير صلوا فيها بعد جدودهم وازمنه كتيره عدت عليها. قيمتها في المعنى وزخارفها ورسوماتها ونقوشاتها اللي مش هتتكرر. هي دي القيمه اللي اتسجنت واتسحلت عيله دكتور ابو الغار عشان تبينها للناس، واللي في الاخر ارتبطت الحدوته بكادر فيه لودر هيهد عشان يتبني مشاريع بتزود ملايين، وناس تانية بتربط ايديها كف بكف في بعض وبتتكاتف بكل الطبقات، مثقفين وسفير سابق وموظفين وناس مهمشه، كل دول بيحموا فيلا دكتور ابو الغار من تتار العصر الجديد من الهدد. والقصه انتهت على المشهد ده، ان مش هيحارب التتار غير التكاتف على رايه واحده قصادهم بدل ما يسلموا الرايه البيضاء. وبس كده يا جماعه، نكدنا عليكم انا عارف، بس الواقع مليان نكد اكتر بكتير. وتحمد ربنا ان ما بعملكش تحقيق صحفي اجيب فيه كل حاجه تتحط وما تتحطش، احنا بس حاولنا نجيب ربط درامي ابدع فيه اسامه انور عكاشه من 30 سنه في يدوب حته مجرد مسلسل، بس كانت حدوته تستاهل تتحكي لانها بتحكي عن حاضر ومستقبل الله اعلم من ملامحه. وبس كده يا معلم، وسلام عليكم. نداء: الجالسون على الرصيف حول فيلا أبو الغار بالإسكندرية ينادونكم للجلوس معهم حتى لا يضطر الدكتور مفيد أبو الغار وفريقه إلى رفع الراية البيضاء.